انتوا الناديين اوسخ ناديين في مصر واوسخ ناديين في الوطن العربي، الاهلي والزمالك. ليه بقى الاهلي والزمالك اوسخ ناديين في مصر؟ بما اني زملكاوي وبعشق حاجه اسمها الزمالك، وبما انك اهلاوي وبتعشق حاجه اسمها الاهلي برضه، وبما انك برضه زملكاوي وبتعشق الزمالك. لما انا يكون عندي لاعب بحجم وقيمه علي معلول وامشيه ماشيه غير اخلاقيه زي اللي انا مشيته بيها، تكريما لعلي معلول في ال9 سنين اللي عملهم في تاريخ النادي الاهلي، والراجل عمل تاريخ وعمل انجاز كبير قوي 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 لنفسه. تمام، لنفسه، لان الاهلي بيضيف لاي حد، مش اللاعب هو اللي بيضيف للاهلي. تمام، ان انت عملت لنفسك تاريخ كبير قوي يا علي معلول، وان النادي الاهلي جه مشاك بالطريقه ديت تكريما ليك. كان اقل واجب قضى مصلحه معاك، يعني كنت لعبت معاهم كاس العالم. لكن الناحيه الثانيه الزمالك برضو نادي وسخ، نفس النظام برضو، في لاعب زي حمزه المسلوسي. انت يعني الراجل برضو لعب بكل اخلاصه بكل جهده وبكل ارتياحيه، وعمل حاجات كتيره قوي مع نادي الزمالك. راجل يعني بجد بجد شابوه 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 ويتشال على الراس. تمام، لانه ليه برضه مواقف كتيره قوي 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 مع نادي الزمالك، وراجل مخلص وتحس انه من ابناء النادي. فبرضه انا ضد ان هو كان يمشي بالطريقه اللي مشي بيها. الاثنين اللعيبه دول بجد بجد عرفوا لعيبه الاهلي والزمالك اللي هم اولاد البلد يعني ايه انتماء لنادي بحجم وقيمه النادي الاهلي، والنادي وبحجم وقيمه نادي الزمالك. فانت يعني انت يا صعلوك لما تكون في الزمالك وتيجي الاهلي، او لما تكون في الاهلي وتيجي الزمالك، فانت في نعمه انت فيها، فانت لازم تحافظ عليها. ما بقولش كده عشان في اخر فتره ان لعيبه الزمالك هي اللي تروح الاهلي، مش شرط، بس انت بتتكلم في حته ان انا خلاص بلعب لنادي كبير زي النادي الاهلي، خلاص خليني قاعد في الاهلي، مش عايز فلوس يا عم، خليني قاعد في الاهلي. بطولات وتاريخ وشهره ومجد وفلوس و حاجات كتير. والزمالك شر، الزمالك مثلا لو بياخد في السنه بطوله واحده حلو، بتاخد بطولات في انديه ثانيه ما بتاخدش بطولات، وبتاخد فلوس وبتاخد شهره وبتاخد كل حاجه. فانت لما تمشي من الاهلي او من الزمالك عشان تدور على القرش يبقى انت راجل عبيط. تمام، شكرا واحلى مسا عليكم.